السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة قاموس الأخبار. لو حضرتك من أصحاب المعاشات اسمع الحلقة دي من البداية للنهاية، لأن هنتكلم فيها بالتفاصيل عن معاشات وموعد صرف معاشات شهر 5 2023. ناس كتير بتسأل عن مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023 قبل العيد ولا بعد العيد. يا ريت بس تشترك في القناة ليصلك كل جديد وتفعل الجرس وتدعمنا باللايك. أحب أقول لحضرتك إن شاء الله في شهر رمضان المبارك يوم 23/3/2023 بدأ، وآخر أيامه هيكون إن شاء الله 20/4/2023. يبقى شهر رمضان بدأ 23/3/2023، وآخر يوم إن شاء الله يكون الخميس 20/4/2023، آخر أيام شهر رمضان المبارك. أول أيام عيد الفطر المبارك هتبقى 21/4/2023. عشان كده الناس بتسأل عن مواعيد صرف معاشات شهر مايو هيكون امتى؟ هيكون قبل العيد ولا بعد العيد؟ هو إن شاء الله هيكون قبل العيد الفطر المبارك. طب حد هيسأل سؤال مهم جدا لكل الناس، هيقول لي طب دي الفئة معينة ولا الناس بتاخد 1000 جنيه وناس بتاخد 2 و3؟ ده دلوقتي يعني لو راح البريد هيلاقي المعاش بتاعه نزل ولا؟ أحب أقول له لا حضرتك ما تروحش في أي وقت. ميعاد بتاع صرف معاشات شهر 5 اللي اتغيروا وبقى في شهر 4 هيبدأ يوم 15/4. يوم 15/4 صرف معاشات شهر مايو بتغيير الموعد وتبكير الموعد عشان خاطر عيد الفطر المبارك. يعني هم خلوهم 15/4 عشان يغيروه ويبكروا الموعد عشان خاطر العيد الفطر. كل عام وحضراتكم بخير. في حاجة مهمة جدا لازم تعرفها حضرتك إن شاء الله، إن في زيادات جديدة. الزيادات دي عبارة عن إيه حضرتك؟ هتكون عبارة عن التالي: لو بتاخد 1000 جنيه معاش هيجيلك 150 جنيه زيادة، ده غير إيه؟ غير المعاش الثابت بتاعك. طيب حضرتك لو بتاخد 2000 هيجيلك 300 جنيه زيادة، غير برضو المعاش الأساسي بتاعك. ولو حضرتك بتاخد 3000 هيجيلك 450 زيادة. ولو حضرتك بتاخد 4000 هيجيلك 600 جنيه زيادة. ولو حضرتك بتاخد 5000 هيجيلك 750، وهكذا. ويا ريت تشرفونا بقى بالاشتراك في القناة ليصلكوا كل جديد. أشوفكوا الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. مع السلامة.